ايوه، انا اللي عملت اللبن في البيت. شايفين اللبن ده عمايل ايديا وحياة عينيا، وكمان لبن صيامي. خدت بقى اللبن الصيامي ده وعملت بيه رز بلبن برضو صيامي حلو وجميل. بس الرز بلبن ده من غير لبن. هتقولوا لي يا عم ما هو فيه لبن اهو. هقول لكم لا، ما ده لبن صيامي، او سموه لبن نباتي، او سموه اللبن الكذاب، سموه زي ما انتوا عاوزين. كل سنة وانتم طيبين. الوقت ده احنا في صيام الكبير، وكمان في شهر رمضان، وطبعا بيجي لنا ضيوف واحنا بنروح عند ضيوف. فتعالوا بقى نعمل حاجة ميكس كده بين الصوم الكبير وصوم رمضان، وناكلها بعد الفطار ونحل بيها، وتبقى ساقعة وجميلة وترطب كده على القلب بعد فترة طويلة من الصيام. يلا نقول المقادير. بصوا بقى، عندي كوباية من الرز، وكوباية من جوز الهند، 3 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة من النشا وفانيليا. عندي بقى كوباية الجوز الهند دي هي الملك بتاع الوصفة بتاعت النهاردة. هعمل بالجوز الهند ده ايه؟ هعمل بيه لبن جوز الهند. ايوه، هنعمله في البيت. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، وكمان كومنتات، وكمان لايك علشان الفيديو يوصل لكل حبايبكم وكل الناس اللي بتتابعنا. يلا بقى شجعونا عشان ننزل لكم وصفات كتير. خدت بقى كوباية جوز الهند وضفت عليها كوبايتين كبار سخنين. تمام، الكوباية اللي بعاير بيها نفس الكوباية اللي انا هحط فيها المية السخنة. وابدأ بقى ادي تقليبة حلوة، علشان انا عاوز كل الزيوت اللي في جوز الهند تنزل، عشان يبقى لبن حلو وجميل، يبقى ايه بنكهة جوز الهند. واخده كده اسيبه لمدة ربع ساعة على جنب. عندي بقى حلة على النار علشان انا عاوز اسوي ايه، اسوي الرز. هتقولوا لي يا عم انت بتقول ايه كتير؟ هقول لكم انا بدأت اروح عند دكتور اتعالج من كلمة ايه دي. معلش استحملونا. حطيت فيها 3 كوبايات من المية، وهنزل بقى بكوباية الرز. طبعا الرز ده رز مصري، تمام، صناعة مصرية او زراعة مصرية. هاخد بقى كوباية المية، كوباية الرز دي، واحطها فين؟ احطها في المية اللي بتغلي. المية غليت معايا، انزل بايه؟ انزل بالرز. هبدأ بقى ادي تقليبة للرز. انا مش هضيف له اي حاجة، انا بس عاوزه ايه؟ عاوزه يستوي. انا بس النسبة بتاعتي كوباية الرز عليها 3 كوبايات مية. عندي بقى معلقة كده حلوة من الزيت. طب معلقة الزيت دي هتعمل ايه؟ معلقة الزيت دي هتخلي الرز عندي يفلفل ويبقى حلو، وكمان الرز ما تلزقش في بعض ويبقى حلو وجميل كده، ويدي للرز لمعة. خدت بقى اللبن، او خدت لسه المية بجوز الهند، وابدأ ايه في الخلاط. بعد ربع ساعة ابدأ بقى اضرب فيه جامد ضرب مبرح لحد ما يبان له صاحب. ليه بقى بضرب كويس قوي كده؟ عشان انا عاوز جوز الهند ينزل كل العصارة بتاعته. شايفين يا جماعة؟ لازم نضرب كويس جدا علشان يطلع كده اللبن تقيل وحلو وجميل. تمام، النسبة بتاعتي ايه؟ نسبة كوباية جوز هند لكوبايتين مية ايه؟ لكوبايتين مية سخنة. هبدأ بقى ايه بالمصفى بتاعتي، اصفي اللبن جوز الهند بتاعي. شايفين بقى يا جماعة؟ يلا بقى لو تعرفوا حد اسمه هند اعملوا له منشن. هبدأ بقى اصفي كده لبن جوز الهند. شايفين اللبن بدأ ينزل وحلو ازاي؟ اللبن تقيل، وعايز اقول لكم ان هو لما بيقعد بيتقل. هبدأ بقى أصفي كويس جدا. هتقولوا لي طب تعالى بقى قول لنا حاجة كده عقبال ما تصفي. أقول لكم إيه؟ الزيت بتاع جوز الهند ده نطلعه إزاي؟ هقول لكم. إحنا بعد ما بناخد لبن جوز الهند بحطه كده في كوباية، وبعد كده أدخله التلاجة لمدة ليلة كاملة. الليلة بقى الصبح دي هفتح ابص كده الاقي ان لبن جوز الهند كون زي طبقة قشطة. باخدها كده احطها على النار واسيحها، بتسيح وتكون لي زيت جوز الهند، وده مفيد جدا للبشرة، وكمان مفيد جدا لايه؟ للشعر، ممكن استخدمه. تمام، يبقى دي طريقة لبن جوز الهند. وكمان قلت لكم كده على الماشي زيت جوز الهند ممكن نستخرجه ازاي من لبن جوز الهند. يلا بقى نبدأ ايه؟ نبدأ نشوف الرز. الرز خلاص استوى، قعد 10 دقايق وايه، واستوى وزي الفل. شايفين مش معجن ومفلفل وحلو ازاي؟ شايفين حلو وجميل ازاي؟ يلا بينا نكمل الوصفة. هاخد بقى لبن جوز الهند اللي انا عملته. انا عملت معايا كوبايتين كبار. تمام، هاخدهم احطهم على ايه؟ احطهم على الرز بتاعنا اللي استوى. هبدأ بقى ادي تقليبة حلوة. شايفين يا جماعة؟ لبن لبن، يعني تحس ان هو فعلا لبن لسه ايه، لسه حالبينه من البقرة. هاخد بقى عندي شوية اضافات. ايه هما؟ عندي بقى السكر بتاعي. السكر بتاعي اختياري، عاوزين نحطه تمام، عاوزين تحطوا عسل ابيض تمام، عاوزين نكتر كتر، عاوز تقلل بصوا زي ما قلت لكم اللي انتوا عاوزينه. هبدأ بقى ادي تقليبة حلوة للرز بلبن بتاعي بعد ما حطيت له ايه، بعد ما حطيت له السكر. هبدأ بقى اسيبه يغلي شوية، لازم يا جماعة يغلي عشان اللبن والسكر
وكمان الرز ياخدوا كده ايه، ياخدوا من بعض. عندي بقى دي ايه، معلقه كبيره من النشا. المعلقه الكبيره من النشا دي لازم افكها. طيب هفك النشا بايه؟ هفكه بميه. طب ميه ساقعه ولا سخنه؟ يلا جاوبوني، هشوفكوا شاطرين ولا لا. هبدا كده ادي تقليبه حلوه للنشا بتاعي مع الميه البارده. بص انا جاوبت، يلا مش مهم، لازم تكون ميه بارده، ويفضل تكون ايه، تكون ساقعه كمان علشان النشا بتاعي ما يكلكعش. هبدا بقى ادي التقليبه التمام. شايفين النشا مش مكلكع وحلو ازاي؟ اخده بقى احطه فين؟ احطه على الرز بلبن. بصوا بقى الرز بلبن بدا يغلي وحلو ازاي. الرزه بتاعتي كمان نفشت كده وبقت حلوه وجميله. عاوزين تقللوا كميه الرز تمام، عاوزين تزودوها ده حسب الذوق. انتوا بتحبوا رز كتير، بتحبوا رز قليل، زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عاوزين. بس لازم الرز يستوي ايه، يستوي كويس جدا. هدي بقى التقليبه التمام. شايفين يا جماعه التقليبه؟ ويلا بقى ايه، يلا بقى نحط كده حاجة حلوة وتدي النكهة الجميلة. هنحط ايه يا عم ابانوب؟ هحط كده شوية من الفانيليا. تمام، عندك الفانيليا دي حطيها، عندك فانيليا سايلة تمام. لو انت ممكن تعملي نكهة كمان، ممكن تعملي مثلا ايه، بشر ليمون، بشر برتقان. بصوا يعني الوصفة دي زي ما بيقولوا كده ممكن تحط لها حاجات كتير. في ناس ممكن تحط لها كاكاو، يبقى رز بلبن بالشوكولاتة صيامي. ممكن نحط لها جيلي تمام، بس بيقولوا الجيلي فطاري، فشوفوا اللي انتوا عاوزينه حطوه. ممكن احط كيس تانك مانجا مثلا. فبصوا زي ما انتوا عاوزين اعملوه. هاخد بقى، يلا بقى بعد ما الرز بلبن بتاعي بصوا بقى حلو وجميل ازاي، هاخد كده اعبي فين؟ اعبي في طواجن عندي، وممكن كمان بولات. طيب في ناس تقول لي طب احنا بنحب الرز بلبن الفرن، ممكن نحطه في الفرن. اه ممكن، بعد ما احط الخطوه دي احطه كده على الشوايه. ممكن ادهنه بس دهنه زيت بسيطه وادخله فين؟ تحت الشوايه. مش عايزين زيت لا ما ندهنوش، ونحطه تحت ايه، نحطه تحت الشوايه على طول، ياخد اللون وبيطلع حلو وجميل. شايفين يا جماعه؟ انا لسه صابب الرز بلبن وخد كده طبقه حلوه من ايه، تحس انها طبقه قشطه. حطيت بقى الزبيب علشان انا عاوز كده ازين الرز بلبن بتاعي، وحطيت شويه من ايه، شويه من الزبيب. شايفين كون الطبقه اللي فوق دي، الطبقه او اللمعه دي جايه منين؟ جايه من معلقه الزيت اللي انا حطيتها. شايفين اللمعه الحلوه دي؟ هي دي معلقه الزيت اللي انا ايه، اللي انا حطيتها. النهارده عملنا وصفه سهله جدا، هي ايه، هي رز بلبن صيامي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تشجعونا وتعملوا لنا شير للوصفه ولايك وكومنت. ولو بتتفرجوا على اليوتيوب اعملوا لنا سبسكرايب، القناه اسمها الشيف ابانوب. وتابعونا على التيك توك برضو، الصفحه اسمها الشيف ابانوب عادل. وعلى انستجرام برضو الصفحه اسمها الشيف ابانوب. يعني كده تابعوني على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وتيك توك وتويتر وكل ايه، وكل المواقع على السوشيال ميديا. كان معاكم الشيف ابانوب ورز بلبن ايه، صيامي.